في نصب على المصريين في فرنسا واستغلال المصريين. اكتر حاجه ممكن تحصل النصب هنا على المصريين. السلام عليكم. النهارده اول يوم عيد الاضحى، ودلوقتي احنا في بورتو باريس. يلا بينا نعمل لقاء مع اي حد مصري هنا ونسال الناس عن الغربه في فرنسا. يا كابتن السلام عليكم. يا رجاله انتوا مصريين؟ طبعا احنا مظبطين اللقاء مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه يا رب، وعيد سعيد عليك يا رب وعلى الامه الاسلاميه. حضرتك منين من مصر؟ من المنوفيه، من وسنا. وحضرتك منين من مصر؟ من وسنا برضه. يعني انتوا منوفيه يا دوله واكلينها ولعه. حبيبي بس حبيبي. رايك في فرنسا بصراحه؟ والله يا فرنسا كويسه وللي عايز يشتغل واللي عايز يكسب فلوسه بالحلال بجد. بس هو عيبها بقى العرب هنا مخلينا واخدين الفكره، يعني مخلين الناس واخده الفكره عننا ان احنا وحشين بس. فبتيجي تتعامل مع حد الناس بتبقى شاكه فيك، مفكره ان الكل زي بعضه. يعني اغلبيه الناس بيفكروا ان العرب كلهم، يعني اغلبيه الناس اللي لما بنيجي نتفق معاهم على شغل ولا على حاجه بيبقى الموضوع بالنسبه لهم برضو حاجه صعبه، عشان مفكرين الناس كلها زي بعضها، اللي بيبيع سجاير واللي بيشرب مخدرات. ده اللي بيخلينا هنا مش واخدين حقنا شويه، ومش واخدين فرصتنا في الشغل شويه. عشان ناخد فرصتنا طبعا فبنشتغل مع بطارين مصريين، توانسه، مغاربه. فالواحد فرصته برضو مش اللي هي يعني كان على اليوميه ولا بتاع، فهي يوميه. هو بياخد الباترون اللي بيطلعك او كده بياخد حق اليوميه دي والزياده مرتين ثلاثه، فاهمني يا استاذ حليم؟ انما مثلا بتيجي تاخد شغل فورفيه بره ولا كده، هو الناس بتبقى سليو حلوه وكويسه يعني والدنيا تمام. بس اللي هو برضو بيبقى واخدين عنك الانطباع ان هو انت وحش زي كل المصريين.